السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. مبروك عليكم شهر رجب. الله إن شاء الله يبلغكم صيام رجب وشعبان ورمضان بتحقيق الأماني، والله يوفق طلابنا بحق محمد وآل محمد. حبايب اليوم احتاريت شو أسوي بالغدة، وتدرون بعد على قولة أهلنا قبل شعبية شهر فتحت الثلاجة لقيت حبة بوتيتة وحبتين جزر وكم زهرة من القرنابيط وصدر مال دجاج عندي بالفريز، وألف الحمد لله والشكر. هاي سويته وياكم، بس والله العظيم طعمه مو طبيعي، خاصة البنات بعد ما كلن يعني غير شي بالعشاء تعشن بيه، قالن كلش طيب، وهم واحد يغير من اللي تمنون مرق، والحمد لله والشكر على كل حال. وهاي وياكم، هاي جاية حمسة خطوة بخطوة، أترككم تشوفون الفيديو وأسولف وياكم. حبايب، هواي ناس تدخل نفسها بالعوائل، وهذا أكبر غلط. يعني ايش قد مدخولك الشهري، ايش قد وين رحت، وين جيت، شنو كليت، شنو سويت. حبايب مو حلو هذا الطبع، لازم أي واحد يغيره. ليش؟ لأن مراقب الناس ما تهمن، والله سبحانه عز وجل هم موزع الأرزاق، فالأرزاق مو كل من يعني الناس مساوية، اكو ناس رزقها متوسط، واكو ناس رزقها على قد الحال، واكو ناس فايض عليه. بعد بكيف رب العالمين؟ هو رب العالمين هو اللي يقسم، فإذا رب العالمين مقسم عليكم ومعطيكم هذا الرزق، فالناس ليش يعني تتابع، واحد يتابع الثاني؟ حلو هذا الطبع. ومرات واحد يستحي، ترى يقدر يرد، بس شوية كتلة المستحى. مرات واحد تحسين أخلاقه عالية، فأنا لا أصير أشوف واحد أخلاقه عالية، خلنا أخليه إلي صديق، خلنا أخليه إلي سند، خلنا أخليه إلي عون. فليش يعني رأسا أخرب وياه؟ مو إذا هيك حطيت روحي وياه وحشرت نفسي، بعد ما يحب يحكي لي كل شيء، يعني يستحي. يعني واحد مرات يقول أسرار البيت ما أطلعها. هاي وحدة حبايب، وحلو أسرار البيت ما تطلعينها. ليش؟ لأن الناس تاخذ نقطة ضعف عليك، هاي وحدة. واثنين، الناس بس تنتظر من عندك فد منفذ صغير تدخلك من عندي، فأنا ليش أخلي هذه الفقرة الناس تترصدها علي وتريد تدخلها؟ لا، أي واحد يسألني الحمد لله والشكر. ترى تدرين حبايب، إذا أي واحد يسألك تقولين الحمد لله والشكر، وتقولين نعمة، وتقولين خير، تدرين الله قد يبارك برزقك، ويبارك بأولادك، ويبارك ببيتك، ويبارك بالراتب النفسي اللي عندك بالبيت. مو أكو ناس تصيح ما يكفي، أكو ناس تقول ما يكفي، وأكو ناس لا تحسينها بركة. فهاي شلون اجت البركة؟ حتما انت حامدة رب العالمين، شاكرته. وهذا حبايب غدانا لهذا اليوم.